كيبدا الفيلم بوحده سميتها تومي كتكون باركه في غرفه وخايفه. فجاه هجم عليها شبح وقتلها. من بعد كنشوفوا وحده سميتها كريستن كتكون كتجري في الغابه وخايفه، والبوليس كيقلبوا عليها. كريستن مشات لواحد الدار قديمه وشعلات فيها العافيه. من بعد البوليس جاو وشدوها وداوها للمستشفى ديال الامراض العقليه. وصلت للمصحه العقليه وكتبوا سميتها. من بعد داوها للغرفه ديالها، وكتكون الغرفه ديالها هي ديال تومي اللي شفنا في الاول. وقالت لها الممرضه باللي كلشي هنا بالتوقيت. من بعد كريستن قررت تنعس شويه وحلمات بدار كتحرق. من بعد كتفيق وكتحس بشي حد جر الغطاء من عليها، ولقات الغطاء تحت السرير، ولقات قطع ديال الحديد منقوش عليها حروف. ثاني يوم في الصباح دخل عليها الدكتور اللي كيكون مسؤول على الحاله ديالها. قالت لي كريستن باللي شي حد جر الغطاء من عليها، ولكن الممرضه قالت لي باللي الباب ديال الغرفه كيكون مسدود طوال الليل. عطاها الدكتور حبوب مهدئه باش تهدأ الاعصاب ديالها، ولكن خداتهم ورماتهم في الارض. من بعد كتقابل صحابها جداد في المصحه، وكتقابل الدكتور اللي كيوريها صور ليديها وكيكون مكتوب فيها عنوان ديال الدار اللي تحرقات. كيحاول يفهم منها اللي جرى وكيسولها على السبب علاش حرقات الدار. هي في الاول ما كتردش. من بعد كتقول ليه باللي ما كتذكر والو، وكنشوفوها هزات موس من فوق المكتب بلا ما يرد ليها البال ورجعت للغرفه ديالها. في الليل استعملت الموس باش تفتح الباب وتهرب، ولكن مع خرجات من الغرفه شافتها الممرضه ورجعتها للغرفه. من بعد كريستين كتعرف باللي الدكتور كيدير تجارب على المرضى. مشات للدوش باش تدوش، ولكن وهي كدوش وفجاه هجم عليها شي حد وخنقها. الممرضه سمعتها كتغوت وجات، ولكن ما كان حتى حد تما. ملي قالت الممرضه اللي جرى ما صدقاتهاش وعطاتها ابره مهدئه باش تهدى. داوها للغرفه ديال الكهرباء ومن بعد رجعوها للغرفه ديالها. النهار الثاني كريستين كتعرف بلي كاينه شي بنت سميتها تيمي اختفت من المستشفى في ظروف غامضه، وتا حد ما عرف اللي وقع ليها. سولات الدكتور على تيمي ولكن ما جاوبهاش، وسولها على اللي وقع البارح في الدوش، ولكن قالت ليه ساره باللي ما شافت حتى حاجه من اللي كتقول كريستين. وايمي كتكون مصدومه من اللي وقع. من بعد كتجي عندهم اليس وكتقول لهم بلي هي برات وبلي غيخرجوها اليوم من المستشفى، وودعاتهم. والدكتور في المكتب كيقول ايمي بلي غيدير معها اخر جلسه. وكنشوفوها رجعت بالذاكره ديالها لسنه 1958. من بعد كريستن نعسات وقال الدكتور الممرض يرجع للغرفه ديالها. ملي فاقت لقات راسها مربوطه في السرير، وخداها شي حد لغرفه العمليات وقتلها. وملي كريستن سولات الممرضه على صاحبتها اليس قالت لها ترجع للغرفه ديالها دابا. رجعت كريستن بغات تنعس وحلمات بشي وحده مخطوفه، ودخل عندها شي حد. شافت صاحبتها اليس مربوطه وعرفت انها في خطر. فاقت كريستن ومشات للغرفه ديال اليس، ولكن ما لقات فيها حتى حد. لقات الدفتر ديالها مازال فوق الطاوله، هذا كيعني انها ما خرجاتش من المستشفى. خدات كريستين دفتر الغرفه ديالها باش تقلب فيه، وهي كتقلب لقات راس من البنت سميتها اليس وتذكرات القطع اللي فيها حروف اللي لقاتها في الغرفه ديالها. وملي كتحاول تحرك الاحرف كتلقاها بلي كتشكل نفس الاسم. مشات للمكتب ديال الدكتور باش تسولو على صاحبتها اللي اختفت، وعلى تومي اللي كانت في الغرفه ديالها، وعلى الشبح اللي كيطارد لينا في المستشفى. الدكتور قال لها بلي مع الوقت غادي تفهم كل شيء. فجاه دخل عند الممرض وخرجها. من بعد مشات تسول البنات على صاحبتها، ولكن حتى وحده فيهم ما بغات تدوي معاها، وطلبات من زوي تعطيها القطعه ديال الفضه اللي عندها. بالليل الدكتور دوا مع صاحبه، قال ليه بلي كريستن حالتها كتسوء وخاصها جلسات كثر. بالليل كريستن اتفقت مع صاحبتها باش يهربوا، بلوكات الباب باش ما يتسدش، وتظاهرات بلي خدات الدواء ديالها. من بعد مشات للغرفه ديال صاحبتها باش يهربوا، مشاو للحمام باش يفتحوا قنوات التهويه بالقطعه اللي خدات من زوي، وخرجوا من فتحه ثانيه في قسم جديد في المستشفى. وكنشوفوا بلي الممرضه انتبهت بلي الغرفه ديالهم خاويه. هما دخلوا البلاصه دايره بحال المشرحه، ولكن سمعوا شي حد جاي وتخباو. كريستن تخبات في الغرفه الثانيه، وهي واقفه كنلاحظوا موراها شي يد ديال شي شبح مرعبه. ملي خرجت قلبت على صاحبتها في كل قنت وشافت باب كيتزعزع. قالت بلي صاحبتها غتكون مخبيه لداخل. فتحت الباب وكانت الثلاجه ديال الموتى، وبانت حداها يد مرعبه وهربت في البلاصه. مشات للغرفه ديال الاستقبال، ولكن فجاه كيظهر قدامها شبح مرعب ومخيف. طاحت وغيبات. ملي فاقت كتلقى ممرض حداها كيقول ليها بلي غتبقى في المستشفى حتى تسالي فتره العلاج ديالها. من بعد تكات وحلمات بنفس البنت المربوطه. وملي فاقت لقات الصديقه ديالها جات عندها. ملي بغات تفهم منها اللي جرى كتقول لها بلي الممرضه لقاتها البارح ورجعتها للغرفه ديالها. وكنشوفوا ساره وهي واقفه. فجاه الشبح هجم عليها، حاولت تهرب ولكن شدها وداها للغرفه ديال الكهرباء، وبقات كتغوت وتطلب المساعده. وكتقول اليس بلي ما كانتش قاصده اللي دارت معاها. كنعرفوا بلي هاد الشبح شبح ديال صديقتهم اليس اللي ماتت من فتره قصيره، وخدم الشبح الكهرباء حتى ماتت حتى هي. صحابها سمعوها كتغوت وجراو يفهموا اللي وقع. وكريستن شافت لعبه عند زوي ومكتوب عليها اسم اليس، عرفات بلي هاد اللعبه ديالها. من بعد زوي اعترفت بلي اتفقات معاها يقتلوا اليس، وهاد الشيء اللي وقع نيت وقتلوها. والشبح كيطاردهم باش ينتقم منهم. وكتكون الصديقه ديالها ما فاهماش اش كيوقع ومتوتره، حاولت تنتحر ولكن لحقات عليها كريستن وحاولت تمنعها. في هاد الوقت كيبان شبح موراها وشد لها يديها وذبحها وقتلها. كريستن عرفات بلي خاصها تهرب واتفقت مع زوي باش تمثل على الكل بانها كتهددهم باش تقتلها. ونيت خرجت وهي كتهدد بلي غتقتلها، واضطرت الممرضه تفتح ليها الباب، ولكن فجاه الممرض بان وقدر يشدها. رجعوها للغرفه وعطاوها ادويه
وربطوها. من بعد خرجوا وحاولت تفك راسها ونجحات تفك راسها. من بعد ما كانت الممرضه كتحل الباب ديال الغرفه ديالها قدرت تضربها وتهرب، وهما كيجريو كيبان الشبح حداهم في الممر واضطروا انهم ينزلوا للقبو. كريستين طلبت من زوي تطلع هي الاولى في السنسور وهي غتبعها، وكنشوفوا ان الشبح خرج لزوي داخل المصعد، وكنشوفوا باللي الممرض كيلاحقها وكيحاول يدخل يشدها، ولكن في اخر لحظه كريستين قدرت تدخل المصعد وتهرب. ومع خرجات من المصعد لقات بقع ديال الدم في الارض، بقات تابعها تبان لها الشبح حداها، وعرفات بلي هاد الشبح غيبقى تابعها فين ما مشات. قررت تهاجمو وبقات تضربو وغرست الفاس في صدرو. من بعد دخلت المكتب ديال الدكتور ولقات صور لاليس وقدامها ورقه مكتوب فيها اسماء ديال البنات اللي شاركوا في موتها، وكيكون اخر اسم هو اسم كريستين، وما كتكون فاهمه والو من اللي واقع. من بعد خدات الطرف ديال الزاج من المكتب وهدا الدكتور باش يقول لها على كل شيء، لحقاش بدات تسطى وما فهمت والو. قال لها الدكتور بلي هي اليس، وملي كانت صغيره وفي عمرها 11 سنه خطفها شي حد باش يعتدي عليها وحبسها في دار لمده شهرين، وكتكون هاد الدار هي نفس هاد الدار اللي شفناها حرقتها في اول الفيلم. وقال لها بلي لسبب هادشي اللي وقع معاها ولا عندها مرض نفسي وهو تعدد الشخصيات، وهادشي اللي خلاها تعالج في المستشفى لمده سنين. وهو قرر يعزل كل شخصيه على الثانيه، ولكن هي كانت مصممه على ان الاسم ديالها هو كريستين. داكشي علاش قال لها بلي خاصها تريح معاه في جلسه باش تنهي هاد الشخصيه للابد. ولكن للاسف في هاد الوقت بان الشبح وهاجمها وقدر يلوحها من الشرجم من التحت، وجراو عند الممرضين يطمئنوا عليها. من بعد كنشوفوها كتعالج وما ماتتش، ومن بعد كنشوفوا عائله ديال اليس كيتفرجوا في الفيديو تاعها، والطبيب كيقول لهم بلي بنتهم اليس تحسنات ورجعت للطبيعه ديالها، وكيقول لهم بلي ممكن يخرجوها دابا. من بعد مشاو عندها الغرفه ديالها والممرض عطاها الاغراض ديالها وقالت لهم بلي هي كتذكر كاع اللي وقع ليها. قالت لهم بلي هادشي ماشي مهم وخاصها تنسى كلشي وتبدا حياه جديده. وقال لها باها بلي من بعد يومين غادي تخرج من المستشفى. وملي مشات الحمام تغسل سنانها مع فتحات المرايه كيبان لي عاوتاني الشبح ديال كريستين، وهنا كيسالي الفيلم. وحتى لهنا كتكون سالات القصه ديال الفيلم. ولا عجبكم ما تنسونيش بلايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. لايك وشير. تصبح على خير. معكم يزيد.